السلام عليكم. لو زهقتي بقى من شكل الرخامة بتاعك الكئيب ده ونفسك تغيريها وفي نفس الوقت خايفة الميزانية بتاعتك تخرب او مش معاكي تكلفي، فانا جبت لكم الحل النهاردة. هنعمل مع بعضينا حاجة رائعة جدا يا جماعة، وان شاء الله نغير شكل المطبخ 360 درجة وبأبسط الامكانيات. شايفين بعد الكآبة اللي كانت قدامكم؟ شايفين شكل الرخامة عملت ازاي؟ وفي 5 دقايق بالظبط تعالي اقولك ازاي بقى تعملي اللاصق ده اللي هو الرول الرخامي ده بأبسط طريقة ومن غير ما تبهدلي الدنيا. لكن قبل ما ابدأ معاكم في الطريقة، انا شيماء فرغلي ودي قناتي. اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم. اول حاجة طبعا الرخامة بتاعتك عشان تعملي عليها اللاصق ده لازم يكون مفيش فيها اي ذرة دهون او تراب او اي حاجة، يعني مش نظيفة. طبعا انا البريل عندي اهو جبته وحطيته على الرخامة بعد ما فضيناها طبعا، وبغسلها بالليفة عادي جدا خالص لحد ما تنضف معايا بالشكل ده. وطبعا تمسحيها كويس وما يكونش فيه صابون او مثلا المادة اللي انتي استخدمتيها في الغسيل. وطبعا تنشفيها كويس وبمنديل كده، ولازم تنشفيها من اي نقطة مية علشان خاطر تاخدي افضل نتيجة. معايا هنا بقى الرول بتاعي. الرول ده اسمه ماربيلا يا جماعة، في منه اشكال كتيرة بس انا حبيت استخدم اللون الابيض منه، يمشي مع المطبخ عندي. المطبخ عندي ابيض في جراي، فانا جبته كمان ابيض في عروق كده او مشجر كده بسيط جراي، يعني لون رمادي يا جماعة او رصاصي يعني. تمام. انا طبعا اشتريته من عند بتاع المستلزمات المنزلية اللي بيبيع الادوات المنزلية، وممكن تلاقيه عند بتاع البلاستيكات، وهتلاقيه عند الجماعة كمان اللي بيبيعوا ممكن طبلوهات وادوات زينة يعني وديكور وحاجات من الحاجات دي. الرول ده اسمه ماربيلا. نوعه نضيف جدا. لما تيجي تشتري اللي هو في حتة سيلفر زي ما انا وريتها لحضراتكم كده، ده دليل على انه حراري، يعني لو حطيتي عليه اي حاجة سخنة ما بيجرالوش حاجة. شرط انك تحافظي عليه يعني. ايدك وبيتغسل عادي يا جماعة وبينضف زي الفل. تعالي لطريقة تركيبه. فانا زي ما انت شفتي في الاول كده فصلت حتة الورقة من تحت من اللزق، وجيت عند اول حرف الرخامة وابتديت اثبتها. طبعا شايفين زي ما انا، يعني هسيبكم بقى تشوفوا انتوا في الفيديو عملي كمان تفهموا اكتر من ان انا اشرح الخطوات وكده. انا اهو بثبت اول حتة، ومعايا بقى البتاعة اللي هي دي يا جماعة اللي هي بتيجي مع الجلانس بتاع الازاز مساحة. فانتي لو ما عندكيش البتاعة دي هتجيبي مساحة عادية خالص وهتعملي بيها. دي افضل طريقة انا توصلت لها يعني. وهتبتدي بقى ترجعي لورا بيها كده. لو ما عندكيش هاتي كارت البطاقة بتاع الغاز الطبيعي يعني. كل الحاجات دي واعملي بيها، بس دي بصراحة اظرف واحسن. وطبعا الرول ده حجمه كبير، في منه حجم 40 في 60 تقريبا، فانت تشتري ده. يعني انا بصراحة جبته عريض علشان خاطر رخامة المطبخ اعرض، يعني بتاع الحوض عريضة، فانا قلت ايه خلاص اشتري العريض ده. بس انت لو هتجيبي هاتي اللي هو الاصغر بحيث ما تقصيش منه. انا قصيت طبعا الخط الطويل اللي نازل من تحت ده، ومش هنرميه طبعا، هقولك هنستخدمه في ايه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين من غير ما اسرع ولا اي حاجة، انت ايد بتعمل وايد بتسحب الورقة من تحت اللي هي ايه على اللزق من تحت. شايفين الورقة اهي ايدي بتسحبها وبرجع بالمساحة دي. المفروض 2 يعملوه، لكن انا طبعا بصور وفي نفس الوقت بعمل كمان. فلو في اي مثلا كرمشة او اي حاجة، ده طبعا من لخبطة التصوير وفي نفس الوقت ان انا اللي بعملها لوحدي. ايد بعمل بيها بالمساحة، والايد التانية بشد اللزق بتاعي من تحت. شايفين بكل بساطة. في ناس بقى الطريقة دي حلوة بتخليش بقى يدخل فيه فقاعات هواء. طب لو انت ما عندكيش البتاعة دي وعايزة تعملي بكارت صغير، فانت هيبقى معاكي مثلا اللهم صل على النبي دبوس. لو عمل فقاعات هوا ممكن ايه تخرميها بالدبوس ده، مع اني انا بصراحة ما بفضلش الطريقة بتاع الدبوس دي، لان الخرم ده بعد مع الوقت بيوسع. على فكرة انا ده تالت ستيكر احطه. استخدمت ستيكر الجلاكسي، واستخدمت اللي هو بتاع العربيات اللي بيفيموا بيه العربيات. بصراحة ده كان افضل نوع فيهم.
لكن انا بحب التجديد فقلت بقى ايه اغيره يعني. ده تمنه بالظبط عامل 85 جنيه. طبعا الرول كبير جدا، 5 متر تقريبا. وانا كل اللي استخدمته دلوقتي قدامكم مترين ولا حاجة. فانت ينفع يكفي معاكي ويفيض كمان، شايفين؟ دي بقى الحتة اللي انا الزوايد اللي انا شلتها من عرض الرخامة، جبتها وهحطها على الحتة اللي هي ايه، الحتة اللي من فوق بتاع الرخامة دي اهي. وبنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين، ايد تلزق وايد تسحب الورق العازل اللي من تحت اهو. بكل بساطة عملنا كل حاجة. طبعا انتي هتظبطيه احسن مني، لان انا قلت طبعا حاطه الحامل بتاع التصوير وعماله اعمل لوحدي. لكن انتي لو معاكي حد كمان هيكون افضل. كده الرخامة بتاعتنا كلها خلصت بنفس الطريقة، شايفين عطت منظر جميل. ياريت لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش الاشتراك واللايك لو عجبك طبعا الفيديو. لو في اي ملاحظات انا بتقبل النقد عادي جدا. في الوان منه كتيرة يا جماعة للي حابب، بس الابيض بيدي وسع وبيدي راحة كده في العين، وفي نفس الوقت كمان ماشي على المطبخ عندي. استخدميه واغسليه